المونوكير ينشف. وطبعا مش هنسى ان انا اعمل الجوانب بتاعته. لما بينشف بنزل من عليه اي زياده بعد كده. وبتبدأ برضو ان انت حابه ان انت تضيفي اي لون تاني او تكتفي براحتك. انا هنا عندي هنا برضو مونيكير جليتر فضي، فانا حبيت ادخله كده مع الاحمر، هيدي كده ماكس، هيكون جميل قوي. زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده حاجه على حسب ذوقك وعلى حسب اختيارك وعلى حسب امكانياتك الموجوده عندك. الخامات اللي موجوده عندك، ما تكلفيش نفسك. مش عشان نعمل جراب مرمى عندنا واحنا مستخسرين ان احنا نرميه، ان احنا نكلف نفسنا ونروح نشتري حاجات كتيره تكلفنا اكتر من ثمن الجراب. لا، انا بقول لك انت تستغلي اي حاجه موجوده عندك واعمليها. انا بديك الفكره وانت تقدري تنفذيها من عندك. هنا عشان الجليتر ما بيكونش ثابت، فانا بثبته باللون برضو عندي انا شفاف، اللي هو مقوي الاظافر الشفاف ده، علشان يثبت الجليتر. كمان عندي الترتر ده اشكال كده جميله، كانت جايه في علبه هدايا، مش شارياها والله ولا حاجه.